سلام. الأورو عاود سجل انخفاض طفيف، انخفاض مليح، انخفاض محسوس، وأخيرا منذ أشهر عاود الأورو انخفض في السكوار. 100 أورو اليوم في السكوار يبيعوها لك 2,840 وكيشروها لي كيشروها 2,820. 100 دولار يبيعوها لك 2,440 كيشروها عليك كيشروها لك 2,420. 100 باوند كيبيعوها لك 360 كيشروها لك عفوا 3,060,000 كيشروها 3,030,000. هذه أسعار العملات الصعبة في السكوار لنهار اليوم. نتمناو أنه الدينار تاعنا يتجاوز هذا الأزمة وترجع قيمته وترجع دراهمنا تسوى، لأنه حنا رانا نتعبو على قياس دراهمنا ماشي على قياس دراهم الأورو. يعني هذه حاجة ما تفرحش كي الأورو يطلع والدينار يهبط، أو كونتخيغ رانا خاسرين، يعني شعب كامل خاسر، باسكو حنا لا سورس تاعنا هو الدينار. سي فري رانا نقولوا نبزنسو في الاورو، بصح ما نقدروش طول طون نبقاو نبزنسو. لافير هي كي يكون الدينار تاعنا يسوى، كي يكون الدينار تاعي يسوى، مثلا لو كان يرجع في برا يتباع المينيموم يتباع مثلا 18,000، يتباع مليون كيما نقولوا حنا 100 أورو 1,800,000، ولا ما يكونش كاين فرق بزاف بين السعر السوقي في النوار برا وسعر البنك. ومن الأحسن إن شاء الله الدولة تاعنا دير حل وتفتح لنا مكاتب معتمدة تاع البيع باش نقضوا على الظاهرة ونتهناو من هذا المشكل اللي راه مأرق الجميع. فإن شاء الله يا ربي كيما انخفض الأورو، يعني من يامس لليوم انخفض حوالي ب60,000 في سعر البيع، فإن شاء الله يزيد ينخفض. كاين رأيين درك، كاين اللي راح يقول باللي الأورو رايح يروح ل3,200,000 من الجونفي، كاين اللي راه يقول باللي الأورو رايح صح يطلع لهذيك الحسبة، مي مع رمضان يعاود يهبط يدير نزول حاد. طبعا حنايا جامي شفنا هاد النزول في هاد خاصة في الأورو والذهب ما كاش هاد النزول الحاد، ولكن ما تعرفوا يعني مؤخرا كل عام راه يجيب فيرسيو خاصة به. فشو نقول لكم، نتمناو ان شاء الله التوفيق، نتمناو امورنا تتيسر، ونتمناو الجزائر ان شاء الله تتحسن اوضاعها الاقتصادية، ونتهناو من مشكل الفقر والمشكل هذا الفقر اللي راه منتشر بطريقة بشعة في الدولة تاعنا، لانه المواطنين ما همش لاحقين تماما. شهريتك ما تشبعهاش حتى في ماكلتك، ولبستك ما شهري. ونتمناو ان شاء الله يحلوا لنا مشكل السيارات ان شاء الله يرجعوا لاسعارهم المنطقيه. نورمالمون السياره عندنا ما تفوتش 200 مليون، سياره جديده فخمه كلش. السيارات الصغار نورمالمون من 60 ل 100 مليون، لكن للاسف السيارات الصغار راهم فاتوا ل 270 مليون 280 مليون. وانت كموظف يعني بشهريتك 5 سنين ما تاكل ما تشرب منها، والسوق ما يطلعش والدينار ما يطيحش، باش تشري سيارة صغيرة مستعملة للأسف. فإن شاء الله الوضع الاقتصادي تاعنا يتطور ويتسقم، ومعا لبناء جزائر قوية اقتصاديا، ونكون في أمان مالي ومادي ومعيشي، مستوى معيشي حسن جيد، وفي الأمن والاستقرار إن شاء الله يا ربي. المهم ما تنسوش ديروا لايك وكومنتير وبارطاجوا الفيديو للماكسيموم، وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر يكون فيه إن شاء الله الدولار والأورو والجنيه الاسترليني نخفضوا مقابل الدينار.